ايه حكايه خارج الملعب دي؟ مين هياخد الدوري يا كابتن؟ مش عايز اتكلم في الحته دي لانها مش مريحاني شويه. طيب شرفتنا ونورتنا يا كابتن. مش مريحاني لعدم ثقتي في الاهلي. لعدم ثقتي فيما يدور حولنا في كره القدم. استبقى في النهايه في المستطيل الاخضر. لا كوره للاسف الدوري السنه دي مش في المستطيل الاخضر. حتى الان في المستطيل الاخضر يا كابتن. لا يا حبيبي. ليه يا كابتن؟ انا بقول لك مش معاك انا كابتن في دي. ما انت مش معايا. الناس هو دي بقى الذكاء. الناس مستمتعه بالدوري، مستمتعه بيه قويه واللعب في الملعب لا قوي. استناني مستمتعه بالدوري، انا مستمتع بيه. انا بتفرج على اي فريق. انا كابتن مش حابب في الحته دي ان ناخد الناس بره المستطيل الاخضر. لا 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 انا بقول لك اما ما تسمحليش ان انا اتكعبل. طب انا هعمل فيك ايه؟ ما انت سبقتني. هعمل فيك ايه؟ ولا حاجه. انا والاهلي يتكعبل يتكعبل، والكعبل في حاجات ما يصحش الكعبل فيها. في حاجات. وانت على فكره بتبقى لما تقول ايه متى بتستفيد من التحكيم زي ما بتضار منه طبعا. انت وكل المحللين بيقولوا هذا وانا منهم. انا مقتنع بدي، بس كمان ما ينفعش في نفس المباراه المعايير تطبق هنا ما تطبقش هنا. ابص الاقيني بخسر، لاقيني ما خدتش حقي. هو انت فاكر الاهلي والزمالك وبيراميد يعني هيبقى الفوارق ايه يعني؟ بسيطه يعني ماتش 2. طب هم دلوقتي هيطلعوا عليا، فلازم تصريح من حضرتك واضح. مكان الاهلي دلوقتي في جدول الدوري الممتاز والفتره الاخيره هي فنيه فقط لا غير، ولا هناك اسباب اخرى؟ لا هي جزء فيها فني طبعا، والا ما جبنا صفقات ليه؟ تمام. لكن جزء منها اسباب اخرى. الدوري حسمه خارج الملعب. تعال نتكلم يا استاذ ابراهيم على عناصر كره القدم. ونشوف ايه اللي فيها بره الملعب وايه فيها جوه الملعب. ونشوف ايه اللي بيأثر على ايه. هي الاموال خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ خارج الملعب. هي العلاقات بين عناصر اللعبه خارج الملعب ولا داخل الملعب؟ خارج الملعب. هو الاعلام لا خارج المستطيل، يعني مش خارج الملعب، هي في الملعب بس خارج المستطيل. الاعلام خارج في الملعب ولا في المستطيل ولا خارج المستطيل؟ خارجه. ايه تاني؟ الاعلام، الفلوس، الاداره داخل المستطيل ولا خارج المستطيل؟ خارجه. ثم التحكيم داخل المستطيل لكنه خارج المستطيل. صح ولا غلط؟ صحيح. هو بيجري في المستطيل صحيح، بس هو شؤونه خارج المستطيل. عايزين تجادلوا نجادل. الاولانيه انت قلت الاموال، ودي اللي اسيء تفسيرها. ايه في ايه؟ دي اللي الناس كلها راحت قالت يعني ايه الدوري خارج الملعب وهيحسم خارج الملعب؟ ايه المقصود بيه؟ لا لما تضخ اموال بطريقه قويه جدا في اتجاهات معينه جدا بحوافز متباينه ومختلفه طبعا بتبقى مؤثره. انا ما بحكمش ان ده صح ولا غلط، وما بحكمش هو ده بيحصل ليه انما على الاقل هو بيكلمني بقول له لا في تغيير خالص في مناخ كره القدم دلوقتي. خالص. التحكيم، عناصر التحكيم. هو الكاس السنه اللي فاتت ما توجهش سؤال بشكل مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد. ده طلع قال كده. الراجل لما رئيس لجنة الشباب والرياضة الذي كان طرفا في فريقه في المباراة النهائية استغاث وطلب لدرجة انه قال حسبي الله ونعم الوكيل، انا عايز حكام اجانب يا ناس. وقبليها النادي الاهلي في الادوار ماتش الاهلي كيف خرج الاهلي من امام الاسيوطي. هات الماتش واتفرج عليه. خرج الاهلي كان وحش ماشي. طيب سموحة والزمالك، انت عايز يا سيدي الفاضل تقول انا فير، انت عايز يا سيدي الفاضل تقول انا شفاف، انا على مسافه واحده من الجميع. ماذا يضيرك ان طرف بيقول لك انا الفلوس اهي زي ما بتعمل دلوقتي؟ ما انت وقتها قلت على جثتي
بس مش فاهم جثتك دي استحملت ايه ولا ايه ولا ايه الحقيقه يعني. لان ما ان طلب اخرون لفي تحكيم، وبعدين ابتدى يتقال التحكيم من تونس لان دي اتفاقيات، وبعدين لا تونس عمرها ما هتحكم تاني في مصر. هو ده ايه؟ هو ده ايه؟ لما يطلع مدير الاتحاد يقول لك من حق رئيس النادي انه يطلب حكام مصريين لانه عايز بطوله، ده مفيش اوضح من كده. مفيش اوضح من كده. هو انتوا مش عايز، هو انتوا منكم ما تعودتوش تحققوا في الكلام المريب. صحيح. عايزين احنا كمان نتغاضى عنه ونعمل نفسنا وبعدين مش مريب يا باشمهندس، اصل المريب ده يحتمل الريبه، لا لكن ده كلام صريح قوي. لا يعني احنا بنتشتم. انا بتعرض، ده في واحد فقمه بيقول لك عدل يا اخوان. واخد بالك؟ هو انت مش لاقي حاجه تقولها؟ يعني انت كده استسهلت عمال تدور على حاجه تنكد اي بلوه تلبسها لي. لا يعني ايه يعني دي؟ طب هو ايه علاقه ده باللي بقوله؟ ها؟ ايوه انت كده يعني وجهت لي ضربه قاضيه يا خايب، يا خايب. انما الكلام السهل المعلب، ها، ما يعني، وبعدين ده بيطلع وبيدفع له فلوس عشان يقول الكلام ده. واخد بالك؟ حاجه غريبه جدا. ده وبعدين التاني يقول لك والعملاء يا ولا لا والله اصطدتني وجعتني قوي. ايه الكلام العجيب ده؟ مع ان والله العظيم ما ياخدوا مني غير شكوى. لان كل واحد يقول كلمه عليا ان يثبتها، والا القانون يطال الجميع. صحيح. وانا بكلمكم ما اتهمتش حد فيكم، مع انكم كلكم فيكم العبر. وانا ما جيتش ناحيه حد، لان مش دوري ان انا اتكلم على سير الناس. انا مش ضعيف قوي كده، مش هايف قوي كده. انما اللي مش لاقي حاجه يقولها يقول لك ده مش عارف ايه وده كذا، ويقعد يديك كلام قال يعني بينكد عليك وبينيمك. انت راسك في وسط رجليك يا واد، انت بتاع الاجهزه. انت فكرتني باحد هؤلاء المذيعين اللي طالع اليومين دول بيتكلم. لو كان الوقت يتسع هنجيب لكم فيديوهات ليه وهو ضمن المجموعه بتاعه حازمون اللي كانوا مقتحمين او مسيطرين على مدينه الانتاج الاعلامي الاقتحام. اصل احنا بصوا كانت الغلغله لغايه فين. انا لست رجل ايديولوجيات، انا رجل وطني احب بلدي طبعا، افعل لها ما تريده مني كما تريده في التوقيت. وابسط مظهر من مظاهر التعاون ان تتحمل الظروف وان تتفائل بالمستقبل. صحيح. وتدعو الى هذا في اسرتك وفي بيتك وفي كل وامام الشباب. هو ده، هي دي المسؤوليه. صحيح. لما انا اقعد هنا واقول لكم يا جماعه يا جماعه ونحن نغير في مناهج التعليم عشان نخلق مواطن سوي جديد بيفكر بطريقه جديده على قيم جديده بسلوكيات جديده، حذاري ان يصبح نموذج البلطجه هو القائد المعتمد. هو احنا بنقول كده يعني ايه اللي بنستفيده شخصيا من هذا الكلام؟ غير ان احنا عايزين بلدنا تبقى فعلا كل مجهود يبذل يجيب نتيجه. فمش عايزين نخرج بره الموضوع. نرجع تاني، كل ده عشان قلت ايه؟ كل ما اتعرض له الاسبوع الماضي ده عشان قلت طب هو انت زعلان قوي كده ليه؟ انا قلت يجي 6 عناصر منهم التحكيم. ايوه. انت حسست ليه على البطحه على طول؟ هو انا قلت لك حاجه؟ انا بقول هناك امور خارج الملعب سوف تتحكم في مسار الدوري. هي دي عايزه مناقشه. صحيح. هي عايزه ان احنا نقعد نحلل ونعمل. جزء من الامور طبعا، جزء من الامور فني، لكن ان انت ادي لك مثل بسيط يا استاذ ابراهيم. ولو انك عندك فقره اعتقد خاصه لهذا الموضوع. لا اتفضل. ايه الرعب اللي جاي للناس دي من اول ما النادي الاهلي عمل صفقاته؟ المخطط باظ. لاساراتي مش مقتنع بفلان وعلان، خلاف بين فلان وعلان، اللعيبه مش بتباصي لفلان، انشغلوا ازاي يخلقوا فتنه، ازاي يخلقوا جو من التشاؤم. لقوا جمهور الاهلي فرح، وجمهور الاهلي لما بيفرح بيبقى داعم قوي قوي قوي، ولما يبقى داعم قوي قوي الاهلي ده بيبقى فوق قوي قوي قوي. هو ده الرعب. فانت الخطه مش انه يبقى قوي، الخطه انك انت تبقى ضعيف. وهي دي الاموال اللي خارج الملعب. الله، هي دي الاموال اللي مدفوعه خارج الملعب
للتأثير على نتائج الملعب في البرامج وفي الكتائب اللي موجودة في السوشيال ميديا وأيضا في الصحف. عارف في الخدمة في أموال كتيرة بتضخ. عارف الخدمة اللي عملوها لنا يا أستاذ إبراهيم؟ الخدمة اللي عملوها لنا الناس دي إن عاد جمهور الأهلي صفا واحدا إلا قليل. وهذا القليل بإذن الله شكله هيبقى مفضوح قوي وهتبان قوي، لأن كل الناس دلوقتي حتى اللي كانوا تعودوا ينتقدوا ويتهكموا ويعملوا، كل بيقول لك اقفر قال ابتدوا يستشعروا الخطر، ابتدوا يستشعروا ازاي كانوا هينجرفوا الى المسار الذي يريده البعض لهم. النادي الاهلي ملوش الا جمهور، قولا واحدا ملوش الا جمهور، واحنا مش محتاجين يبقى معانا حد، عايزين كل الناس تبقى مع الناس كلها على مسافه واحده من الناس كلها ويميزنا جمهورنا، واحنا النادي الوحيد اللي ما بيلعبش الجمهور. ايه حكايه خارج الملعب دي؟ مين هياخد الدوري يا كابتن؟ مش عايز اتكلم في الحته دي لانها مش مريحاني شويه. طيب شرفتنا ونورتنا يا كابتن. مش مريحاني لعدم